صالح جمعة في يوم من الأيام كان هو أشهر واحد في جيله، وكان أشهر من محمد صلاح وأشهر واحد وأحرف واحد في الجيل كله. والناس كلها تنبأت له إن دوت هيبقى خليفة أبو تريكة وحازم إمام وهيعدي الناس دي كلها. كان أحرف واحد تقريبا، طلع بعد سنين ما بنشوفش حريفة، بنشوف لعيبة كلها على الله. ده اللي كان عليه الأمل، صالح جمعة. عقليته بدأت شوية شوية، أو هي من الأول شوية شوية، شطحة شطحة شطحة. طب هيكبر، طب جاله فرصة الأهلي، طب هيعقل مع إلشي، طب هيروح للإسماعيلي يعقل مع إلشي، طب يسافر بره يعقل مع إلشي. آخر حاجة هو في العراق امبارح بصق على الحكم وشتمه وهانه، اتوقف 6 شهور وغرامه تقريبا 25 مليون مش عارف ايه كده، هوت يعني حوالي مليون جنيه مصري يعني. مش مشكله الفلوس، مش مشكله اي حاجه يعني، المشكله انا بتكلم على عقليه واحد بدا الكلام عليه كتير قوي ان هو يروح المنتخب، وحسام حسن مركز معاه. حسام حسن هياخده المنتخب مركز 10. مفيش حد بيلعب في مركز 10 غير يعني ناصر ماهر وقفشه تقريبا، بس فيش غيرهم الاثنين دول اللي في مصر بيلعبوا مركز 10 يعني. خلاص اللي هو ممكن هم يروحوا المنتخب. فانت بتتكلم عن صالح جمعه ليه اولويه عليهم هما الاثنين، اللي هو اكبر منهم سنا، لاعب منتخبات ناشئين واولمبي واول، وليه هيصه كبيره قوي، فده بقى ليه اولويه مع المنتخب. ففكره ان حسام حسن يعني لسه بيتكلم عليك من كام يوم، فانت المفروض تركز اكتر عشان تبقى مستمر اكتر عشان تروح المنتخب. مره واحده يطلع منك فعل ضيع كل حاجه. هي دي العقليه اللي مش بتتغير، وللاسف احنا كمصريين عندنا عقليات كتير قوي من اللعيبه ضاعت بسبب العقليه دي من زمان قوي 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 لحد صالح جمعه. وبعد كده كمان الناس ضايعه برضه. ده الحته الاولانيه في اللي انا عايز اتكلم عليها. الحته الثانيه ان انت بتتكلم على دوري عراقي، يعني مش دوري ما بتسمعش عنه في حاجه. يعني ما تسمعش انت على الدوري العراقي ده في اي حاجه خالص، ولا حتى في الاخبار مثلا بيجي انتباهك تتفرج على الدوري العراقي، ولا تشوف اي حاجه ليه. خلاص، غرامه 6 شهور للاعب محترف علشان شتم الحكم وبصق عليه. تعالى في الدوري المصري، اللي بيسب الدين ياخد له ماتشين، اللي يجري ورا الحكم يضربه ياخد له 6 8 ماتشات، اللي مش عارف يعمل ايه اقصى حاجه 6 8 ماتشات. فاهم؟ فانت بتتكلم على قوه دوري مصري وقوه دوري عراقي. لا، المفروض الدوري المصري يبقى اقوى من الدوري العراقي، المفروض الدوري المصري يبقى عقوباته مغلظه اكتر عشان يبقى الناس تحترمك اكتر، يبقى دوري محترم. محترم بالعقوبات بتاعته. كل ما في عقوبات كل ما ترتقي بالدوري المصري، كل ما تبقى في حاجات مغلظه اكتر. يعني عندك الجماهير يبقى عليها مثلا عقوبات مغلظه اكتر، ده الجماهير بتحترم نفسها. اللعيبه عليها عقوبات مغلظه اكتر، هتلاقي اللعيبه بتحترم نفسها، تحترم الحكام. فتلاقي عندك منظومه كويسه، كل ما تهتم بالحاجه وتديها حقها هتعلى بعد كده. شوف الدوري العراقي دلوقتي يبقى عامل ازاي بعد كام سنه، وانت تبقى عامل ازاي. هو ده الفرق بين الناس بتخطط لقدام دوريها هيبقى عامل ازاي، وانت السهل بتاعك في العقوبات عامل ازاي. هي دي الحتتين اللي كنت عايز اتكلم عليهم، حته صالح جمعه والعقليه، وحته تانيه حته الدوري المصري والدوري العراقي. شكرا.